هل يخاف نجوم مهرجان البحر الأحمر من الجن؟ انت خايفة؟ بالشكل ده كانت الأجواء امبارح على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر في جدة، اللي كان باكت بأشهر نجوم العالم العربي، تركيا، بوليوود وهوليوود، مع ويل سميث وجوني ديب اللي بيحضر لأول مرة مهرجان سينمائي في العالم العربي. عملت تواصل انت وجوني ديب؟ زملاء مهنة، فاحنا زملاء ان شاء الله، واحب يعني ابارك له على فيلمه الجديد، وان شاء الله انه يعني نشتغل انا وياه في السعودية ان شاء الله. ان شاء الله ما يكون عم بيزعجك لما يجي على السعودية ويضل يتصل فيك. لا بالعكس، انا يشرفني، بس هو يعني احيانا يرسل رسائل وكذا، فانا ارد متاخر، فاحيانا احس انه حركات محمد. طبعا. بس يظهر ان علاقتك بجوني ديب يا محمد مش زي علاقة أسيل عمران بيه. محمد الشهري قال لي عادي زميل جوني ديب، وبعت له مسجات قال تاخر عليه، بعت لك مسجات شيء؟ محمد صديقي فانا اعرف اسلوبه. انت بعت لك مسجات جوني ديب وطنشتي؟ لا لسه احنا بينا تليفون على طول، واتساب هذا لمحمد. وأسيل كانت روحها رياضية قوي لما داس محمد على طرف فستانها وقبلت اعتذاره. وده ما حصلش بس معاهم، كمان فستان ماجي بغصن ما سلمش من قصاي خولي. هي ما انتبهت على الفستان، دعسنا عليه. وصحيح ان الكل كان مبسوط بالاجواء، بس نجوم السعوديه بما ان المهرجان في بلدهم كان احساسهم غير، فبالشكل ده استقبل الحاضرين ابراهيم حجاج وزيه ابراهيم خير الله. صريخ الناس حيصير، يعني حيطلعوا على الريد كاربت. الحمد لله، انا ما اتوقع صراحه الشيء هذا يصير، لكن تشوف عينك يعني. الحمد لله فضل من الله. واكيد يعقوب الفرحان اللي مشارك السنه دي بفيلم نوره. شو بتحب تحكي لنا شوي اكثر عنه؟ تخيل التجربه ككل وجدانيه كثير وفيها شيء شاعري يعني، واتمنى صراحه انه يطلع ويروح للسينما والناس تبدا تشوفه وتحضره. التجربه ككل كانت مهمه واستثنائيه بالنسبه لي، فريق عمل كان رائع معانا. اما عبد الله السرحان فرحته كانت اكبر بما ان الليله دي هو مكرم في حفل الافتتاح. احكي لنا عن فرحتك وشعورك. شعور لا يوصف اخي الكريم، يعني بعد هالمشوار الطويل 40 سنه في هذا المجال الدراما وغيرها، وختمتها بفيلم سينمائي، شيء يثلج الصدر حقيقه. اي تي بالعربي كمان كان ليه حصه من الترحيب. لك كثير معنا لفوق، وانا مشتاقين لك كثير حبيب قلبي والله. وانا بعد كيف امورك؟ الحمد لله تمام. هاي السنه انت لك مشاركه بالريد سي فيلم فيستيفال. الحمد لله. فيلم حوجل ان شاء الله، قائم بدور زعنام. انا المايك ده اخده معايا البيت. انا المايك ده يلزق، انا ده ستايلي ده. بص حتى لاقي مع الجاكيت ازاي، في منه. احنا دائما نرضي جميع الاذواق. والله بصراحه لا، البدله فيها حته جليتري كده وحاجه واو. والسنه دي حضر المهرجان نجوم للمره الاولى زي محمد ثروت. طبعا مبسوط طبعا انا موجود في النسخه الثالثه من مهرجان البحر الاحمر. فعلا فيلم شماريخ، انا مشارك فيه كضيف شرف، وربنا يسهل يا رب ويحوز القبول جمهور. اما امينه خليل فمشاركتها في المهرجان ده هتكون دبل. امينه اليوم انت هاي السنه نجمه مهرجان البحر الاحمر، فينا نقول شغل يعني ميرسي. قد ايه المسؤوليه كبيره عليكي، انت مشاركه بافلام وكمان من ضمن لجنه التحكيم؟ مسؤوليه كبيره جدا، وفخوره قوي ان انا هنا، ممتنه جدا ان هم اختاروني ابقى من ضمن لجنه التحكيم السنه دي. حاسه ان هي فعلا مسؤوليه كبيره، ويا رب اكون قدها وعند ظن الناس. وبما ان فيلم الافتتاح كان لفيلم حوجل اللي بيحكي قصته عن جني بينغرم بانسيه، سالنا النجوم اذا بيخافوا من الجن. اليوم فيلم الافتتاح بيحكي عن الجن، بتخافي من الجن؟ والله انك قويه. من ما يخاف منهم؟ بحس انه طول ما انا محصنه نفسي مش هيحصل حاجه يعني. ليك بخاف بس ما كتير بآمن، لانه بصلي وبتكل على ربنا، فما بخلي افكاري تروح لهيدا المطرح. ليك ما بعرف، بتحس اوقات لا واوقات ايه، ما عندي هيك. لما تكون هيك محل عتمه ومطفي الكهرباء بتخافي انه يطلع لك جن؟ بخاف ما بحب هالقصص ابدا انا، واللي بيعرفوني بيعرف اني بخاف من العتمه ومن الجن ومن هالقصص كلها. لا ابدا، بالعكس اموت في حكاوي الجن. طبعا اكيد، انا الحين خايفه اتفرج، والحين بعد صارت معي بالفندق احد طالعني من القزاز، مت خوف. مين ما يخاف يعني، بس انه على حسب كيف الجن يعني. في مره رحنا بيت مهجور واحنا صغار، رحنا بنص الصحراء بالليل كده ظلام دامس، بس انه كان الموضوع يمكن تهيؤات. انا ما احب امشي في اماكن ظلمه، واذا امشي في اماكن ظلمه لازم اقعد اطالع وراي، لان دائما خيالي واسع انه في احد يمشي وراي. ما في احد ما يخاف من السيره هذه، ما يحتاج. انت خايفة؟